طبعا اليوم أصدقائي رحلتنا كانت على مصيف يافشن بمحافظة دهوك بقضاء شيلازي. طبعا هنا الطريق كان كلش حلو، اللي مثل ما تشاهدون جبال. هاي منطقة سولاف، أول منطقة وصلناها. منطقة حيل حيل حلوة مثل ما تشاهدون. المي مالح. هاي منطقة يافشن واقع على الحدود التركية. طبعا منطقة إلا تخبل. شوفوا هنا السياح، العالم مرتاحة. شوف الزوارق، ترتيبات. هاي المنطقة طبعا قريبة حيل على حدود تركيا. هنا حضرنا الأكل مالتنا، الفحم والشغلات. وطبعا صراحة سوينا مشويات هناك. هاي الليمون والكرافس وهاي الحبشكلات النواعم. هنا أنا راح أشط بالمية. أول تصوير إلي هذا، يعني عداني سباح، شطيت هين بالمي سباحة شوية. المي طبعا كان. طبعا هنا شوف القعدة والأجواء ما شاء الله حيل حيل مرتبة. شوفوا كمكان حلوة. طبعا هذا المكان انصح الكل تروح عليه، لأن مكان حيل حلو مرتب ونظيف، والماي ماله كلش كلش بارد. شوفوا ثلج. بعد ذلك هنا أنا جاي أقول لهم سافر أنت اللي يسوي شجرة. سافر الخاطر، خاطر ما أدري المن عنده خاطر. هنا أنا والجماعة عمرنا النرجيلة على المي. هاي النرجيلة خاصة مال سفرة سفوري. شوفوا الزوارق، المنظر الحلو. وهنا يا باردة مثل الثلج، وهنا برود اسمه حلاب. شوف شلون رقص حلو. طبعا تمنيناكم هاي المكان والله شلون بالردح. باردة مثل الثلج، وهنا برود اسمه حلاب. طبعا اذا ما هيج سفرة ما راح تونس من ابد، اذا ما بيها يدفع اليات سوالف. وهنا جبنا الدبشية اني والربع. صح مربص طلعت ما بيها اي حل بيناتنا. وهذا اخر شي رجعنا ضربنا فرة بسولاف. مثل ما تشوفون سولاف مكان طبعا حيل حلوة. هاي اخر شي بسولاف. بعدين رجعنا لمحافظتنا الموصل.